السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. نرحب بالمشتركات الجدد، اهلا وسهلا بكم، نورتوا القناه. ان شاء الله راح تستفادوا منها وراح تتعلموا معايا باذن الله كامل الحلويات التقليديه والعصريه، سواء الحلويات الجافه او حلويات البريستيج ولا المعسلات، كيف تخدموا طلبيه كي تكون كبيره، واكيد مع كامل اسرار نجاحهم بالتفصيل. واليوم راح نشارك معكم فلوج او روتين تحضير طلبيه عرس اللي فيها 180 حبه كعكات و180 حبه ثومه. بصح الثومه ان شاء الله راح نديرها لكم في فيديو وحدها. وكما العاده نفكركم قبل ما نبدا في الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه اللي دخلوا جدد، وما تنساوش ثاني تفعلوا الجرس باش يوصلوكم فيديوهات اللي نحطها جديده. في الفلوج هذا راح نمد لكم كميه كبيره تاع 180 حبه، ما راحش نعطيكم كميات صغيره ولا نعطيكم بالتفصيل، راح نعطيكم كميات كبيره من العجينه والحشو وحتى الديكور ومام الكلاصاج. وان شاء الله في الفيديو اللي بعد هذا راح نديرلكم كعكات، وصفه تاع الكعكات وحدها، وفيديو واحد اخر فيه وصفه تاع الطليه وحدها، هكا باه ما يتخلطلكمش الفيديو. اول حاجه العجينه تاع الكعكات خدمتها على 4 مرات، يعني كل يوم كنت نخدم 50 حبه في النهار. شوفوا بالنسبه للعجينه تاع 180 حبه راح تحتاجوا فيها كيلو سمن، انا استعملت سمن تاع المدينه. فارينه تحتاجوا 4 كيلو، اذا حبيتوا تشربوا الباكي وحده يعني كل باكي راح يجيكم 110,000 يا 12,000. وكاين تاع 5 كيلو تتباع ب35,000. نتوما اشرو كيما تحبوا، انا يا درت كل باكي واحد، شريت كل كيلو وحده. و3 قرعه تاع مازهر. المازهر استعملت هذاك تاع القصبه اللي راكم تشوفوا فيه، هي واحد الريحه فيه تقعد لكم في العجينه ومام الحشو. على كل حال العجينه احنا نلموها نص مازهر ونص ماء، سما يقعد لكم شوي، والباقي هاكم ديروه للحشو. الحشو يتلم وحده بالمزهر برك. يعني العجينه كامله شحال تحتاجوا كيلو سمن، 4 كيلو فارينه، والمزهر من 2 حتى 3 قرايه تاع مزهر، وشويه لافاني والملح. هذا واش تحتاجوا في العجينه. والعجينه نلموها كما قلت لكم نص ماء ونص مزهر. اما الحشو انا درته باللوز على حسب الطلبيه، شريت 2 كيلو و800 غرام لوز ابيض مع كيلو سكر عادي، سكر حبيبات، لافاني، عطر اللوز الحلو، زبده وسمن، زبده ولا سمن. زبده وسمن تحتاجوا غير شويه، قيس مغرف ولا 2 مغارف هكاك باه الحشو يكون طري معاكم. وتلموها بالمزهر. الكميه تاع 2 كيلو و800 غرام للحشو راح تخرج لكم 200 حبه. المقادير هذه كامله راح نكتبها لكم في صندوق الوصف باه ما تنساوهاش. وكما قلت لكم في الفيديو اللي بعد هذا ندير لكم وصفه تاع الكعكات وحدها والوصفه تاع الطليه وحدها. اذا وهنايا هادو هما الليمون اللي راح نخدم فيهم تاع السيليكون. ديجا كنت طيبت الكيله الاولى، ال50 حبه الاولى، وراني بال50 حبه الثانيه، ونكون كملت 100 حبه. هادو هما اللي نطيب فيهم، يجي فيهم 8 حبات، 8 حبات تاع كعكات، يعني الحجم تاعهم يكون متوسط. كاين هذوك اللي يجيو كبار القطر تاعهم يجي 9 سنتيم، هذوك ماهوش تاع كعكات. نتوما خيروا المول اللي يكون القطر تاعو 7 سنتيم. 7 سنتيم هما تاع الكعكات. اللي يجوا اكبر راهم تاع لي دونات، كيما لي مول هادوما كاين تاع 6 وكاين تاع 8 وكاين تاع 4 نورمالمون. تقدروا ديروا حتى في تاع 6 تجيكم الحبه مليحه كبيره شوي، مش كيما تاع لي دونات هذوك. المهم هنايا بعد ما ارتحت العجينه ليله كامله، شوفوا العجينه والحشو، اي عجينه تقليديه باش تنجح معكم لازمها ترتاح، لازم تعطوها الراحه باش تطيب لكم طريه تساعدكم في الخدمه وتجيكم بنينه. اي عجينه تقليديه لازمها الراحه. وهنايا بعد ما شكلتهم طيبتهم في هذاك المول. ديما كتعود عندكم طلبيه كبيره لازم تقسموا الخدمه، تعرفوا وقتاش تخدموا العجينه، وقتاش ديروا الكلاصاج، وقتاش ديروا الديكور. انا اول حاجه بديتها هي الديكور، حطيته على جهه تعاوننا فيه. الديكور اللي شفتوه في اول فيديو تاع عجينه السكر. ومن بعد باش بدينا نخدموا في الكعكات، ومن بعد رحنا للطليه. الكعكات خدمتهم في 3 ايام. بعد ما كملت الكعكات رحت باش ندير الطليه، والطليه درتها في يومين. سما كانت عندي 180 حبه، زدت درت 20 حبه زايده، سما جاني كلش 200 حبه. في يومين قلاصيتهم، نهار الاول قلاصيت 100، نهار الثاني قلاصيت 100. وقلاصاج ما يديش الوقت كما الخدمه تاع الكعكات. انا كان عندي الوقت شويه باش نخدمهم. كي كملت هاد الطلبيه تاع الكعكات باش رحت خدمت الثومه. شوفوا الكعكات تاعكم كي طيبوهم خلوهم يبردوا مليح، ومن بعد باش تحطوهم في البورتمونجي ولا بيدون ولا مهم خبوهم في حاجه تتقفل مليح باش يبقاو لكم طريين. ودوكا نروحوا للسلعه تاع الكلاصاج. كما راكم تشوفوا هنا شريت كرتونه فيها 12 حبه، جاتني ب 150 كرتونه كامله ب 150. بصح انا استعملت غير 8 ساشيات برك،
كما تعرفوا كل ساشية فيها 700 غرام، استعملت غير 8. انا كي شريت كرتونه كامله فيها 12 حبه درت حسابي للكعكات وللثومه، ثم درت 8 ساشيات للكلاصاج تاع الكعكات، والربعه اللي قعدوا لي كملت بهم الثومه. شوفوا دوك نعطيكم مقادير تاع الطاليه اللي تكفيكم من 180 حتى ل 200 حبه كما درت انا. سما تخدموا بالزيت خير من تخدموا بالناقص. شوفوا درت 8 ساشيات راح يجوكم 5 كيلو و600 غرام. تحقوا 2 كيسان حليب بارد، تحقوا ملون ابيض. شريت فروكتا، شريت بالميزان فروكتا، اشروه من عند واحد يكون ثقه. كي تشروه بالميزان خير من تشروه بالعلبه الصغيره هذيك، يجيكم بالميزان اكثر. انا شريت قيس 20,000 وقعدت لي. تاني تسحقوا 2 كيسان تاع قارص عصير ليمون، يجيكم 3 حبات كبار. تسحقوا تاني 2 كيسان مزهر، 2 كيسان زيت، لافاني مش حاجه، قسم مغرف ولا 2 مغارف برك. هذه هي المقادير اللي مديتها لكم، راح تكفيكم من 180 حتى ل 200 حبه. بعد ما كملت طيبت الكعكات وخبيتهم، كملتهم كامل في 3 ايام. النهار الرابع بديت ندير في الطاليه. هنا كنت قلاصيت 100 حبه، ومن غدوه راح نزيد نكمل نقلاصي 100 حبه. قلت لكم الكلاصاج ما يشدش الوقت، سورتو اذا تعاونتوا فيه راح تكملوه في ساعه. انا هنا كنت قلاصيت 100 حبه، وحتى الكلاصاج درت قيس 100 حبه، ما درتش قيس 200 حبه، درت قيس 100 حبه قلاصيتهم، ومن غدوه عاودت قلاصاج جديد. واخر يوم راح تنقيوهم من تحت باش تبان الخدمه تاعكم نظيفه ونقيه. لازم الكاطو تاعكم يتنقى من تحت، كيكات ولا صابلي يبانوا من تحت، تجيكم حبه نظيفه ومعدوله. هنايا راني ندير في الناكخي، ومن بعد ندير ديكور. هذا ما بقالي. دوك نعاود لكم كامل المقادير اللي مديتها لكم. في العجينه تسحقوا كيلو سمن، الفرينه تسحقوا 4 كيلو، الماء زهر 3، اللوز تسحقوا 2 كيلو و800 غرام لوز ابيض. ما تشريوش اللوز الاحمر، ديروا لوز ابيض. اما اذا شريتوا اللوز الاحمر لازم تنحيوا له القشره. تسحقوا كيلو سكر عادي، لافاني، عطر اللوز الحلو، والمارغرين ولا الزبده باش ديروها في الحشو تاع الكعكات باش تجيكم طريه. وبالنسبه للطاليه تاع 180 ولا 200 حبه، ديروا تحقوا 8 ساشيات سكر ناعم، 2 كيسان حليب ملون ابيض، كاس تاع عصير ليمون، مش 2 كيسان غلط، كاس تاع عصير ليمون، 2 كيسان ماء زهر، و2 كيسان زيت ولافاني. هذا مكان. اما بالنسبه للديكور تاع الكعكات، شريت 5 علب ولا 5 بكيات تاع عجينه السكر، شريتهم في القرونه ما لونتهم، شريت عجينه ملونه جاهزه. كل علبه دير 16,000. قبل كنت نشري فيها العلبه واحده ب20,000، بصح كي تشرو بالقرو راح ينقصوا لكم شويه. والموتيف هذاك تاع زواج سعيد شريت 200 حبه، جاتني ب200,000، يعني الحبه ب1000 مع الملمع الذهبي. وما حبيتش ندير لكم هذا الديكور تاع الكعكات باه ما يجيكمش الفيديو طويل ياسر، يعني تستفادوا غير من الكميه تاع الكعكات والحشو، وثاني نمدلكم شويه من الاسعار اللي راني متفكرتها. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا فيه جيم، خلوا لي تعليقاتكم راني نقراها كامل، وما تنساوش تبارطاجيوه مع صحاباتكم باش يستفادوا حتى هما. وراح نبارطاجي معكم ان شاء الله بعد هذا الفيديو الوصفه تاع الكيكات والطليه، وثاني راح ندير لكم روتين تحضير طلبيه تاع الثومه. واكتبوا لي ثاني في التعليقات واش راكم حابين ندير لكم وصفات جديده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وديتوا شويه نصائح. اما بالنسبه لسعر الحبه من 15,000 حتى 16,000 ونص على حسب الحشو والديكور. دوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في فيديو جديد وباي.